السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينفع نعمل فطار يوم الجمعة أو نعمل سحور في رمضان من غير ما نعمل طعمية؟ ما ينفعش طبعا. طيب ليه نشتريها بالغالي وتكون شبعانة زيت وتوجع لنا بطننا؟ تعالي نعملها في البيت ومش هتكلفك ربع تمنها كمان. يعني هنفطر ونتسحر وكمان هنفرز ونخزن. هنقول بسم الله ونجيب نص كيلو فول مدشوش، وده بيتباع كده عند العطار، بيبقى فول متقشر. هننقعه 6 ساعات ومش اكتر من 6 ساعات، عشان لو نقعناه اكتر من كده هيشرب معاكي زيت كتير في القلي. نعرف امتى ان هو كده تمام؟ لما نمسك الفولة نقسمها بايدينا كده نلاقيها سهلة قوي وبتتقسم معاكي. هنحط عليها 5 فصوص توم بس. وعندك بقى بصل عادي تمام، يبقى بصلتين وسط. عندك بصل اخضر يبقى حلو قوي. عندك كرات يبقى خير وبركة، يعني ما توقفيش اللي عندك هنحطه. بعد كده هنجيب شوية بقدونس صغيرين مش كتير، وهناخد الأوراق بتاعتها بس مش العيدان. طب ليه؟ عشان العيدان بتبقى خشنة قوي في الفرم وصعبة. وبلاش تستعملي شبت، لأن الشبت بيبقى مليان مية، وبالتالي أي حاجة هتحطيها فيها مية كتير هتشرب زيت كتير وانتي بتقلي الطعمية. أما بالنسبة للبهارات فهي عبارة عن فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، بس كده. مش هنحط ملح دلوقتي لاننا عاملين كميه كبيره هنخزنها، فاحنا ما بنضيفش الملح دلوقتي، بنضيفه وقت القلي. وبنضيف كمان دلوقتي معلقه صغيره خل، وده عشان يحتفظ العجينه الطعميه بلونها الاخضر الجميل اللي احنا على طول بندور عليه. طيب قلبناها كويس قوي قوي مع بعضها. عندك هنا بقى دلوقتي هنحطها في الكبه دي كلها على بعضها، وممكن تعمليها في الخلاط او تعمليها بهاند بلندر او تعمليها باي حاجه. بس في الحاله دي بنضيف معلقه ميه في معلقه ميه. دلوقتي انا ضفت كوبايه ميه كامله مع المكونات وكله على الكبة على طول. ونبدأ بقى نفرمها شوية بشوية كده. تريحي الكبة شوية وتشغليها شوية برضو عشان ما يحصل لهاش حاجة وتدعي عليا بعدين، لحد ما تلاقي العجينة بالمنظر ده بقت ناعمة قوي قوي وبقت هشة وخفيفة. ودلوقتي بقى كده خلصناها. هنجيب بقى المصفى بتاعتنا، ولازم المصفى تكون ضيقة جدا. ليه؟ عشان نصفي كل المية اللي احنا حطيناها، اللي هي كوباية المية. وبرضو ما اكدبش عليكي، انا كنت جربت شوية في الخلاط بس لقيته بياخد وقت طويل قوي، لان طبعا الخلاط لازم تضيفي مية وتضيفي معلقتين من العجينة. فقلت لا، احنا وقتنا ثمين، نخلص بسرعة في الكبة، وهي اصلا الحمد لله يعني نعمتها. بعدين بقى بتصفيها لحد ما توصلي لكل الكمية دي وتخلصيها، وبتبقى كده الطعمية معاكي جاهزة. ودي بقى الكمية المية اللي خرجت معايا، يعني انا حطيت كوباية طلع لي كوباية ونص كمان، يبقى انا اعرف الحمد لله ان العجينة بتاعتي كده ما فيهاش مية. وممكن كمان لو ما عندكيش مصفى ضيقة، ممكن تعملي بالقماش التل ده اللي هو بتاع الحلويات، اللي بيجي في الحلويات والسبوع، تحطيها على اي مصفى عندك حتى لو واسعة، وتبدأي تنزلي منه المية، وهو برضو ان شاء الله هيساعدك. فرزي بقى الكمية اللي انت عايزاها على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. وخلي شوية بقى عشان نقليهم كده مع بعض، عشان ندوقها ونشوف اللون الخضار بتاعها. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي بقى نشوف الطعمية الجميلة بتاعتنا عملت معانا النص كيلو فول مدشوش عمل معانا كمية قد ايه. وحاجة بقى تخلي بالك منها، ان انت لما تيجي تطلعي كيس طعمية من الفريزر عشان تعمليه، تسيبيه يفك كده براحته خالص على رف التلاجة، يعني تطلعيه من بالليل عشان تعمليه مثلا تاني يوم الصبح. وما تنسيش تظبطي الملح بتاعها، عشان احنا ما حطيناش ملح واحنا بنعملها. كمان بتحط لها شوية بيكنج باودر او بيكنج صودا عشان تبقى هشة وخفيفة ومنفوخة. والزيت اللي بتقلي فيه يكون سخن لكن مش بيغلي عشان ما تسودش منك. ولو عجبتك بقى الطعمية وعجبتك الطريقة، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. ودمتم في أمان الله وحفظه إن شاء الله.